تعالوا الحقوا شوفوا عملت في نفسي ايه الساعة 2:30 بالليل. والله العظيم نفس الساعة نفس التوقيت اللي بصوره لكم ده. جبت ايه بقى؟ جبت رنجة وقعدت نفسي دلعانة، زهقت بقى من الرز والشوربة والخضار، لان كنت باكل مسلوق وني في ني الفترة اللي فاتت دي وكنت تعبانة صراحة. فقلت بقى حدقي يا بت، بصوا هي طقت في دماغي كده. طب يا نهار ابيض، طب التكميم يا ام عمار هتعملي ايه في التكميم؟ في حد عامل تكميم ياكل الساعة 2:30 بالليل رنجة؟ ازاي يعني؟ تيجي ازاي؟ وسعتي معدتك يا ام عمار وبوظتي العملية يا ام عمار. يا نهار ابيض، يا نهاري على الرنجة الزبدة، بصوا الجمال. طبعا كل دي اسئله بتيجي في دماغ حبايبنا اللي عايزين يعملوا تكميم او اللي عملوا تكميم او اللي لسه بيشاور عقله. هل يا ترى هنعرف ناكل عادي وناكل اللي نفسنا فيه كده؟ طيب هل بعد سنه او سنتين المعده هتوسع تاني وهنرجع كانك يا ابو زيد ما غزيت؟ ايه ده؟ طب انت وسعتي معدتك يا ام عمار عشان تاكلي كده بالليل؟ بصوا يا جماعه، انتوا زي ما انتوا ما شايفين كده، الاول مبدئيا ده جسمي قدامكم اهو، الحمد لله رب العالمين. نزلت نازله الحمد لله حلوه، ربنا يجعلها بالصحه والعافيه ليا ولكل اللي عمل زيي واللي ناوي يعمل يا رب. بصوا بقى، انا كده تميت سنه خلاص الحمد لله في التكميم. باكل كل اللي نفسي فيه. بس بقى زي ما قلت لكم قبل كده، الفرق ان انا حجمت معدتي، يعني المعده اتقصت، 3/4 المعده اتقص، باقي منها الربع، فبالتالي مش هتاكلي كتير. فاحنا بنرجع تاني للحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ودايما بذكركم اللي هي ثلث لماء لطعامه وثلث شرابه وثلث لنفسه. يعني بقينا ناكل حاجات بسيطة. كنا الأول نقعد ندب لغاية لما لا نقدر نتنفس ولا نقدر نشرب ولا نقدر نقوم من مكاننا. لا، احنا دلوقتي بناكل لقيمات قمنا الصلب، اللي هي بقى ايه؟ كل شوية تاكلي. يعني دكتور رامي حلمي ربنا يبارك له، اللي انا عملت معاه العملية، يقول لي يا ام عمار احنا بنرجع المعدة تاني زي ما كانت، اللي هي تبقى صغننة. احنا اللي بوظناها وكبرناها وخليناها بالونة وباراشوت وخليناها كل حاجة، فبنرجعها تاني وتاكلي طول النهار براحتك، لقيمات، حاجات بسيطة، هتاكلي كل اللي نفسك فيه. طبعا بيبقى فيه نظام الاول بعد العمليه على طول بعد ما تعمليها، وفي كتيب الدكتور بيدي لك كل شهر، ده دكتور رامي. في دكاتره كتير ما بيعملوش كده، في دكاتره تانيين بيعملوا العمليه وما بيتابعوش، وفي دكاتره بتتابع. انا بقول لك على تجربتي انا مع دكتور رامي حلمي، ربنا يبارك له يا رب. علشان كده بقول لك واكد لك، الناس اللي عايزه تفكر انها تعمل عمليه تختار رقم واحد الدكتور الصح، وتسال عنه كويس وتشوف خبراته وتشوف عمل ايه مع الناس حواليها قبل كده. وتاني حاجة هي تلتزم بكل اللي هيقول لها عليه. دكتور رامي فيه متابعة جروب على طول 24 ساعة بعد العملية، بيفضل يتابعك لمدة سنة. والله العظيم لسه يا دوبك خارجة من الجروب قريب، في أي وقت بتستفسري بيرد عليكي وناس متخصصة. ده غير إن الدكتور ما بيبخلش عليكي بالرد على الواتساب، ده غير فريق طبي ما شاء الله زي ما قلت لكم قبل كده، عنده جلدية وعنده دكتورة صحة نفسية وعنده دكتورة تغذية، مجموعة دكاترة بنروح لهم على طول نتابع معاهم كل شهر، بيقول لك إيه المطلوب منك كل شهر وما بيسيبوكوش لوحدك، وبينزل لك كتاب كل شهر فيه التعليمات الجديده وفيه الاكلات والسعرات وفيه كل حاجه. لدرجه يا ستي الوصفات كمان دكتوره التغذيه بتبدع معاكي في وصفات حلوه، اشتغلت بقى شغلانتنا بقى وبقت شيف كده تغذيه جميله، تقول لنا على افكار لاكلات علشان ما نزهقش من اكل الدايت اللي انتوا عارفين بيبقى ما بيفتحش النفس في الغالب، يعني ربنا يسامحنا. خلاص، زي ما قلنا قبل كده، اللي عنده خيار ان يقدر ينزل من غير عملية رقم واحد، طبعا ده افضل كتير من دخول عمليات ومخاطرة والحاجات دي. لكن احنا بنقول للحل الناس اللي خلاص مش قادرة، الناس اللي صحتها خلاص جت ورا، الناس اللي عملت كل حاجة واستنفذت كل طاقتها ومفيش فايدة خالص. فيا جماعة احنا بنقول الحل ليها دلوقتي التكميم او بقيت او اي عمليات سمنة وجراحة، على حسب اللي جسمها محتاجه. بصوا بقى انا اكلت قد ايه من الرغيف، بصوا يا دوبك اقل من نص رغيف، وبحمد ربنا وبشكر فضل، ونص الرنجايه ما كملتهاش كمان، وهقوم احبس بقى كمان بشاي بالنعناع معاكم. فيعني يا جماعه بقول لكم احنا مش محرومين، المعده ما بتوسعش ولا حاجه، هي طبعا بتكبر شويه عن اول العمليه، ولكن زياده مش الزياده اللي ترجعك للوزن الاولاني. وطبعا كل ما تمشي بنظام وكل ما تغيري اللايف ستايل بتاعك، اللي هي بقى النظام الحياة بتاعك بقى، من الحلويات للشيبسيات والحاجات دي هتاكليها بس بحدود، بحساب. كل ما هتغيري ده عشان صحتك، لان السمنة مقبرة الجمال، والسمنة اصلا اساس اخطر الامراض، وربنا يعافينا يا رب، اللي بتجيب سكتة قلبية وسكتة دماغية، وغير بقى الفقرات ووجع الظهر ووجع القلب، وغير انك بتعجزي وانت سنك لسه صغير. فيا جماعة اللي بيتكلم على ريسك العملية، ريسك السمنة اكتر كتير جدا. قدرتي تخسي من غير عمليات، خير وبركة وممتازة. بصوا بقى، عشت حياتي، بقيت العب مع اخواتي وولاد اخواتي كده عادي، والحمد لله بعد ما كنت ما بقدرش انزل كتير بقيت اتفسح.
انا وزني ما كانش الاوفر ويت قوي، بس كان مأثر معايا. كل ما السن ما بيكبر كل ما بيأثر معايا. وادي لبسي برضو في الخروجات والسواريه، لما اكون رايحه مناسبه ادخل ما حدش عرفني خالص، كله قال ده واحده تانية خالص. اروح هنا اروح هنا، بقيت عندي ثقه في نفسي، بقيت الحمد لله رب العالمين راضيه عن نفسي جدا. وتلتزمي بفيتاميناتك وتلتزمي بتعليمات الدكتور، مش هتحسي باي سايد افكت ولا اي مضاعفات خالص. وطبعا الدكتور ما بيعملش غير على حسب كل واحد هو محتاج ايه، والفحوصات الطبيه وتاريخك المرضي ايه. اظن يعني لو انا في مشكله او تعبانه مش هظهر لكم كل يوم بفيديو، الحمد لله، وغير المصداقيه اللي انتوا عارفينها وبانيينها بينا وبين بعض. عمري ما هطلع غش حد. انا عامله الفيديو ده لمن يهمه الامر، واللي ما يهموش الامر يا سيدي خلاص ادعي ربنا يعافيك من اي حاجه وحشه. هسيب لكم بقى كل تفاصيل دكتور رامي حلمي في اول تعليق. وكمان الدكتور عنده نظام تقسيط، بيعمل نظام تقسيط للناس اللي مش قادرة تدفع كاش. يا رب كده يديم عليكم نعمة الصحة والستر والسعادة، ويرزقكم كل خير تتمنوه. وآخر نصيحة أقدر أقدمها لك، اهتم بنفسك وعيشي حياتك بما يرضي الله، وصحتك أمانة بين إيديكي. خليكي حريصة عليها وحافظي عليها بأي طريقة. ويا رب يديم علينا جميعا الصحة ويكفينا شر الأمراض ويعافينا جميعا من أي سوء. يلا اترككم في رعايه الله واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اغلى واحب اخوات ليا، يا رب الفيديو يكون فاد الناس اللي بتسالني كتير، اللي بتجيلي على الخاص وفي التعليقات، ويكون فاتكم واكون جاوبت لكم على كل الاستفسارات. واترككم في رعايه الله واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اغلى واحب اخوات ليا.